السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم مره تانية في القناه. احنا عارفين الناس اللي متابعانا ان احنا بنصور لكم من اسطنبول. دي الزياره الاولى ليا للمدينه الجميله. انا لازلت بصور في الجانب الاسيوي من البلد. وانا بدعبس كده وبدور على الاماكن اللي اروحها، فقلت لقيت مكان كده شكله فيه بحر، فقلت ابن ايه تعالى اما نروح كده البحر نشوف القصه بتاعه البحر هنا عامله ايه. احنا عارفين طبعا ان تركيا بلد حواليها البحر والماء من معظم جهاتها، والشواطئ هنا موجوده في اماكن كثيره. اسطنبول مش هي المدينه الساحليه الاساسيه يعني اللي الناس بتعتمد عليها انها تروح البحر فيها. ممكن مدن زي انطاليا، مرمريس تقريبا اسمها كده، ازدير ولا ازمير ديت الاماكن ممكن اكتر مشهوره سياحيا يعني ساحليا. لكن لقيت وانا بدور كده وبلعبس لقيت مكان على البحر. المهم ان انا ماشي بقى اللي عايز اتكلم فيه بقى النهارده، انا بفكر كده وانا ماشي. شوف ده مكان جميل، الناس هناك بتلعب كده العاب، ودي حديقه تقريبا بقى البحر قدام كده. يعني انا هصور لكم كده لغايه ما نشوف البحر كده ايه قدام عامل ازاي. تقريبا ده عامل زي البلاجات كده بتاعتنا، والبحر اعتقد ان هو هيظهر في اخر الفيديو. يعني انا لسه ما شفتوش عن نفسي، بس كنت عايز بفكر كده معاكم. الاحتلال المصري لتركيا، الناس هتستغرب تقول الاحتلال المصري لتركيا. لا، الاحتلال التركي لمصر. طب لما هو الاحتلال التركي لمصر، طيب امال احنا عمالين يقولوا التاريخ المصري التاريخ المصري والجيش المصري. الموضوع ملوش علاقة على فكرة بالجيش دلوقتي، ولا مين بيحكم ولا مش مين بيحكم ولا الكلام ده. انا بس بدأت استرجع كده التاريخ اللي احنا اخدناه من اول ما دخلنا مثلا اعدادي لحد دلوقتي. التاريخ المصري اللي احنا اخدناه، بصيت لقيت ان احنا التاريخ اللي انا درسته كله عبارة عن احتلال لمصر. يعني فين لما يمكن ما فيش غير لما فترة الفراعنة فقط هي اللي كان فيها نقدر نقول ان الجيش المصري يعني كان، او الدولة المصرية كانت قوية وكبيرة ومسيطرة وهكذا. غير كده كله احنا بنتكلم فيه تقريبا الفراعنة لغاية مين، يعني مثلا لغاية أحفاد محمد علي، واللي بيحكم مصر غير مصريين. والاحتلال لمصر لا يتوقف. أنا بس جاء في بالي يعني علشان موضوع العثمانلي والدولة العثمانية، والناس اللي عاملين يقولوا المتيمين بالعثمانلي، والناس اللي كارهين الأتراك بسبب الأسباب السياسية اللي حصلت دلوقتي. طب خلينا احنا نتكلم، هو فين اصلا الجيش المصري على مدى 7000 سنه؟ يعني الصور المضيئه للجيش المصري، انا بتكلم على التاريخ اللي انا اخدته من ابتدائي اعدادي ثانوي، واللي عنده حاجه غير كده يفهمني او يقول لي او يعرفني. يعني الصفحات المضيئه في تاريخ مصر العسكريه فين؟ يعني معركه قادش، معركه حطين، معركه حطين بقياده صلاح الدين مش مصري، معركة عين جالوت بقيادة قطز وبيبرس مش مصريين، هعتبرها انها الجيش المصري. عند كده مصر محتلة طول عمرها. و6 اكتوبر سوري عشان ما ننساش طبعا، اكيد النصر العظيم في 6 اكتوبر. غير كده احنا بنتكلم في ان الدولة المصرية محتلة والجيش المصري. يعني احنا ليه ما كناش بنغزو وبنفتتح العالم، او نحتل، بلاش نقول ان احنا نفتتح، احنا ليه ما كناش بنحتل العالم لما كانت مصر في فترات قوية، او لما كانت الدولة المصرية فترات قوية، او لما كان الجيش المصري فترات قوية؟ ليه ما احتلناش العالم؟ ليه العالم كله جه احتلنا واحنا عملنا مؤدبين ما رحناش احتلنا العالم؟ ليه ما جيناش احتلنا هنا؟ ليه ما جيناش احتلنا اسطنبول؟ كان زماننا دلوقتي مثلا هنا في اسطنبول دلوقتي، او كان زمان الناس اللي بتتفرج على الفيديو ده عايشة في اسطنبول دلوقتي، مصريين بس عايشين في اسطنبول. يعني احنا ليه ما عملناش كده؟ ما حدش يقول لي بقى ان احنا كنا اصل احنا طيبين، واصل اللي احنا الجيش بتاعنا دفاع وخط نص وحارس مرمى وهجوم ومش عارف ايه والكلام دوت. لا، يعني احنا العالم كله جه احتلنا. يعني مفيش قوة على مدى التاريخ وقت ما حصل
بص 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 جمال الحديقه، الحديقه نفسها جميله. بعد كده بقى البحر بدا يظهر اهو. مفيش دوله شدت حيلها كده في العالم الا وجت علمت على مصر واحتلتنا في فتره من الفترات. طيب فين بقى الدوله؟ مش عايز اقول الجيش عشان الناس ما تاخدش الموضوع الموضوع سياسي، لا خالص يعني. فين بقى الدوله وفين الناس المصريين اللي بناخد على قفانا طول عمرنا وعلى مدى التاريخ؟ واحنا ليه ما رحناش احتلينا احنا كمان الناس اللي حوالينا زي ما هم جم في فترات احتلونا؟ طيب ده اللي انا كنت بفكر فيه بصراحه لما جيت هنا كده وبتفرج على مدينه اسطنبول، وهي مدينه بصراحه حلوه وجميله. فانا قلت يعني، وجاء في بالي بقى طبعا موضوع الدوله العثمانيه، ولما مصر كانت اللي عايز يقول محتل يقول، اللي عايز يقول خلافه عثمانيه او اسلاميه يقول، كل واحد بقى بمزاجه. مش ده حواري يعني، مش ده مجالي. بس اللي انا كنت بفكر فيه احنا ليه ما جيناش احتلينا البلد دي يعني. وانا هنا اهوت من قلب اسطنبول، بطالب الناس اللي ايه، اللي بتتفرج على الفيديو واللي ما بيحبوش الدولة التركية وما بيحبوش توجهاتها السياسية، يلا نيجي نحتل البلد دي. انا طبعا مش هنشر الفيديو ده غير لما اروح مصر، عشان ايه؟ لان انا بدعو لان احنا نيجي ناخد البلد دي بصراحة، لان البلد دي حلوة. طبعا احنا كان زمان كان عندنا بلد زي كده اسمها اسكندرية. انا ما رحتهاش من زمان، بس بيقولوا دلوقتي خلاص اسكندريه ما عادش فيها بحر. مش عارف ازاي بلد اسكندريه اللي هي المطله على البحر ما عادش فيها بحر. بيقولوا يعني ان خلاص ما عادش تقدر تشوف البحر في اسكندريه. خلينا نشوف كده بقى الكورنيش بتاع البلد. الله، بص الكورنيش عامل ازاي. احنا بصراحه مصر مشكلتنا في مصر ان احنا البلد صحراويه يعني. حتى اللي عندنا البحر وهكذا ما بتلاقيش الخضره اللي موجوده، الخضره الطبيعيه. مش بس ان احنا بنزرع شويه حدائق كده وبتاع حواليها، لا يعني هنا خضره طبيعيه. طبعا دي صخور محطوطه عشان مصدات. انا كنت متصور ان ده ممكن يكون بلاج الناس تنزل فيه البحر وهكذا. واضح لا ان هو مش بلاج. ده بس كده يعني ايه، كورنيش كده ومصدات، فمش ميه مجهزه للنزول. في وشنا بقى الشمس ضربه في وش الكاميرا، في وشنا بقى كده في جزر اهيت شويه. خلينا نزوم شويه كده. في معرفش ايه بقى المدن دي اكيد طبعا جزر تابعه للعثمانلي. المنظر بتاع المصدات نفسه حلو. دي كده كانت جولتنا هنا على الكورنيش. شكرا على المشاهدة، ونستنى تعليقاتكم على الفيديو، وإن شاء الله نشوفكم على خير.